فمصر طبعا طول عمرها منارة للثقافة ورائدة في العلم والتعليم، لكن للأسف احنا بعدنا عن المسار ده وأهملنا التعليم. أهملنا التعليم اللي هو أساس كل التنمية، أساس كل التقدم، أساس كل النهضة. الدستور المصري بينص على تخصيص 4% من إجمالي الناتج المحلي للتعليم. في الموازنة الأخرانية 2024 و25 النسبة دي كانت 1.7 فقط للأسف، وده بيترجم في نقص في عدد الفصول، ضعف في مستوى المدرسين، ضعف تأهيل المدرسين، وكل المشاكل اللي بنلاقيها في المنظومة التعليمية. النتيجة هي أعباء مالية إضافية على الأسر. إحنا اسماً عندنا تعليم مجاني أو مدعم، لكن في الحقيقة هو في نظام تعليم موازي بيعتمد في المقام الأول على الدروس الخصوصية، لضعف تأهيل المعلمين ولقلة عدد المدرسين كمان بالنسبة للطلبة. ده كمان بالإضافة إلى إن إحنا كل شوية بنغير، مع كل وزير بيتغير النظام، ثانوية عامة مش ثانوية عامة، مناهج بتتغير، مناهج بتتطور بس المعلم نفسه مش متطور. يعني الناس بتتكلم في الذكاء الاصطناعي وتأثيره على التعليم واحنا لسه قاعدين بكل شوية بنتخبط في تطوير المناهج. فبرضو تاني احنا ليه نخترع العجلة؟ هنشوف اكتر بلد حققت تقدم في المنظومة التعليمية بتاعتها ونستعين بخبراتهم ونطبق النظام اللي هم طبقوه مع تكييفه للحالة المصرية. فده مهم جدا، مهم ان احنا ندي اولويه للتعليم، مهم الالتزام بالنسبه المخصصه في الدستور المصري للتعليم، لاننا مش هنقدر نتطور ولا نتقدم من غير ما نطور ونبني الانسان المصري عن طريق منظومه تعليم متقدمه ومتطوره. التعليم في مصر استثمار لا يجب ان ينتظر. مستقبل مصر يبتدي من فصولها الدراسيه. التعليم اولا، تعليم ثم التعليم ثم التعليم.